السلام عليكم يا اخواني. مرحبا بكم. بمناسبة كملت 10K في انستغرام بكم، شكرا بزاف. انا ممتن لكم وعلى هذا الشيء اللي كتعملوا، وغادي نعطيكم واحد درس في النفسية وفي المايند سيت. ملي بديت كنفكر بهذه الطريقه راه كانت بالنسبه لي بارادايم شيفت، وريلي رجعت واحد الاور تريدين، وانا غادي نشاريها معكم. راه هضرت عليها قبل ولكن قلت عليها بسربه. هنا غادي نحاول نديطاي فيها شويه، خصكم تثبتوا معايا وتعاودوا. هذا كنظن غادي تقرر البوست وقيله الريل، ولا ما عرفتش ريل طويل حيت غادي نهضر بزاف. الى زاد طوال غادي نقلبوا فيديو في يوتيوب. غادي ندوز هاد الصوت ونعملو في يوتيوب. الا بغيتو تنجحوا في اللعبه ديال النفسيه الدراري، خاصكم تتبعوا هادشي اللي غادي نقول لكم دابا، وانتوما شوفوا هادشي اللي كنقول واش صحيح ولا لا. صافي. الا بقيتي كتفكر في الوينين ولا في الوينين ستريكس، غادي تبدا يسحب لك انه وينين تريكس كيطلبوا سكيل، which is not. الدراري تقدر تفتح تريد وانت ما كتعرف والو على التريدين وتجبر راسك في وينين تريد، اوكي. و even more تقدر تجبر راسك في 4 و 5 تريدات صحاحين وانت اوريدي ما كتعرف والو على التريدين. يعني انك تكون رابح في تريد او تجبر راسك في وينين تريدز ولا الوينين ستريكس ديال 3 4 5 even 10 تريدات رابحين، ما كيطلبوش سكيل. ولكن فين غادي تفيدنا هذه القضيه اخي خالد؟ دابا تينا هاد الهضره هادي كيقولوها كاملين، ولكن شنو اللي موراها؟ فين غادي نفيدوها؟ فين غادي تفيدنا؟ انا جبرت واحد الطريقه باش نفهم هاد القضيه مزيان، حيت كاين شي كوت ولا شي عبارات كنسمعهم ما كنفهموهمش. اوكي، شنو عملت؟ حاولت انني نقلب القضيه. بمعنى كيفاش غادي نقلب القضيه؟ الى الناس غادي يفكروا في الوينين ستريك ستريكس، يعني كيربحوا اكثر من 3، ما كيطلبوش سكيل. انا غادي نفكر بانه حتى اللوزين ستريكس ما كيطلبوش ولا ما كيعنيوش انك ماشي تريدر، حيت ملي كتكون في الوينين تريدز مورا بعضهم كيسحب لك عندك سكيل، كتقول هذا سكيل عندي. وملي كتدخل في اللوزين ستريك كتفكر بالعكس، بالاوبوزيت، انه بحكم تينا في الوينين تريدز عندك سكيل، يعني في اللوزين تريدز مي غادي يكون في الخسارات مورا بعضهم ما عندك شي سكيل. ويتش هادي اكبر كذبه الدراري كاينه في التريدين. العقل كيكذب عليك فيها، خلينا ماشي ناس اخرى. العقل ديالك هنا نتينا كتدفن مع عقلك. العقل ديالك، العقليه ديالك كتكذب عليك، كتقول لك انه ملي كتكون في تريدات رابحين كيكون بازي على سكيل، على مهاره شبرانتينا. وملي كتكون في اللوزين ستريك كتكون عباره على انك ما كتعرفش شنو كتعمل وانت ما عندكش سكيل، وهادشي ما كاينش. شنو هو السكيل في التريدين الدراري؟ شنو هو المهاره ديال التريدين؟ شنو هي المهاره ديال التريدين؟ حيت هي انك كتقول لي انا عندي مهاره انني كنجبر تريدات رابحين. هذه ماشي هي المهاره. هاد القضيه اي واحد في هاد الكون يقدر يجي المارشي ويكسبيرينسي تريد رابح، هذه ماشي مهاره. اوكي، الا وانك كتقول لي ديك التكيه هاد البوطون عندك ديال باي ولا سي مهاره، هنا هضره اخرى. شنو هي المهاره ديال التريدين؟ المهاره ديال التريدين هو انه ملي تكون في وسط التريد تقدر تحافظ على الهدوء ديالك والقط ديالك، وما تشوتش التريد مي يكون رابح، وما تخليش التريد مي يكون خسر يزيد يخسر اكثر. هذه هي المهاره ديال التريدين. اما هو داك التريد بحد ذاته التريد يقدر يكون ايتها حاجه، ما عندكش سكيل تريد باي تريد. شكون اللي كيرجع السكيل كاين في التريدات بزاف؟ هو انك تقدر تحافظ على الهدوء ديالك ملي يكون تريد بادي. انا ماشي لكم شويه بشويه.
سو انا شنو عملت ولا شنو هو التشالنج ديالي لكم باش نبر هنا هاد الهضره ديالي كاينه، حيتاش هنا غادي نجبر بزاف ديال الارغيوس مع بنادم يقول هادشي كتقول ما يمكنش ولا ما كاينش ولا. التشالنج ديالي اللي لكم كاملين هو try to be موتور داز سمحوا لي try to be a consistent loser ماشي a consistent winner، a consistent loser on two conditions. خاصني يكونوا عندك جوج ديال الكونديشنز باش تدخل معايا في التحدي ويكون تشالنج مبني على لوجيك. اول حاجه هو انك غادي تريسكي 0.5% بير تريد، ماشي كتر ماشي اقل، وغادي تبدا دير تيك بروفيت وستوب لوز وتنوض من التشارت. خليه يمشي ستوب لوز يمشي تيك بروفيت يدبر راسو. اوكي انتينا ماشي شغلك شنو غادي يعمل، انتينا دابا كتحاول انك تكون خاسر ماشي رابح اصلا، انك تدخل وتكون في واحد مثلا 50 تريد مزيان 25 تريد، انك تكون كونسيستنت لوزر كتخسر ماشي كتربح. من هنا اجي نقول لك اتس نير تو امبوسيبل اخوا ولا اختي انك تخرج كونسيستنت لوزر. واي؟ حيت شكون اللي كيرجع الانسان كونسيستنت لوزر؟ ماشي التشارت ماشي التكنيكال اناليسيس، حتى علاقه بالتشارت، هو كيرجع راسو كونسيستنت لوزر. كيفاش كيعمل؟ واحد ريسك مانجمنت. كيفاش؟ ما كيريسكيش ب 0.5% وكيريسكي بكثار. غادي نعملوا كونت بيرسونيل هيدا غادي نحيدوه من الطريق حيت الاغلبيه كيتريديو بروب فيرمز تشالنج، والتشالنج شحال كيعطيو 10% حتى 12%. هادو دابا ساعفوها 12% ديال تراو داون. سو الا كنتي كتريسكي فوق 1% عندك 4-5 تريدات خاسرين مشالك الكونت. ريسكي واحد جيتي الثاني زيدتي عملتي جوج. ريسك مانجمنت ماشي فيكس 0.5%. سو شكون اللي غادي يجعلك تكون كونسيستنت لوزر في عينك ماشي في وسط الموديل ديال الكونسيستنت لوزين؟ علاش؟ حيتاش 5 تريدات خاسرين ما كيعنيوش انك كونسيستنت لوزر. فحال كونسيستنت وينر ماشي 5-10 تريدات كيعنيو انك كونسيستنت وينر. سو كونسيستنت لوزر خصك تخسر واحد المده طويله، وبحكم انك ما غاديش تريسكي فوق 0.5% كونسيستنت لوزين خصها واحد المده كبيره اصلا باش تفسد ديك الكابيتال ديالك ديال البروفيم. اوكي واذا كان بيرسونيل خلاص خصك 100 خصك شحال خصك تريد؟ خصك 200 تريد باش تخسر. اوكي هذه مجال ريسك مانجمنت. الى حيدنا ريسك مانجمنت شنو كيبقى انه النفسيه ديالك ملي كتكون خسرتي تريد واحد او جوج، ممكن يكون ما خسرتي حتى شي واحد من التريد الاولي. شنو كتعمل؟ داك التريد اللي رابح اللي ما جين عندك كيقول لك انا رابح، كتشدو في الخساره او كتشدو في الدخله او كتشدو في الربح صغير. وهاد القضيه ماشي مشكل ديال التشارت وماشي مشكل ديال التكنيكال اناليسيس، مشكله ديالك انت. عليها الكونديشنز ديالي اللي لاحظتو في التشالنج اللي عملت معاكم باش تكونوا كونسيستنت لوزرز هو انه تفتحوا ب 0.5% وتعملوا التيك بروفيت وستوب لوز وتنوضوا بحالكم. باش علاش؟ باش كتكون عملتي سيبريشن نفسيه ونريسك مانجمنت وخليتي probabilities يلعبوا. والprobabilities اتس قلت لكم نير تو امبوسيبل انك تخرج كونسيستنت لوزر. كما انه غادي تخرج في ماشي كما تخرج، كما انه في التريدات رابحين كاين تريدات خاسرين، في التريدات خاسرين كاين تريدات رابحين. اش بالكم في هذا اللوجيك هذا؟ وكيفاش حنايا غادي نلعبوا على هاد اللعيبه هذه؟ سوا خالد انا اذا كانوا عندي تريدات خاسرين وفيهم غير شويه رابحين ابقى كونسيستنت لوزر. ها علاش الار ار مهم. ملي غادي تدخل انت وغادي تريدي وغادي تخلي تيك بروفيت ديالك 1 2 1 3 وستوب لوس ديالك 1
سو غادي تخسر 0.5% وغادي تربح 1 حتى 1.5%. تيك بروف شنو قلنا؟ تيك بروفيت وستوب لوز معادلين نوتي بحال هكا بيسي. غتجي في الليل غادي تشوف شنو ضرب وخليه دبر راسو. ملي غادي تجي تشوف الحصيله ديال 50 تريد او 25 تريد، شنو غادي تجبر راسك؟ شوف اتليست مره غادي تجبر راسك في واحد الدرودون اللي هو صغير. علاش؟ حيتاش هنا خليتي البروبابيليتيز يلعبوا يا اخي. شتي تكون كتشريدي باي تكنيكال اناليسيس كتعرف اي مدرسه ان شاء الله غتقلب تريا والراس. البروبابيليتيز غيخليوك اوينر. اسمع مني، البروبابيليتيز غيخليوك اوينر. داك التعلق ديالكم مع التشارت هو اللي غادي يخليكم تفايلوا في التريدين. انه ملي كندخل في التريدات خاسرين كيقول لي عقلي بانه ما عنديش سكيل. حيت علاش؟ شكون اللي كيعطيني هاد الفكره؟ انه ملي كندخل في التريدات رابحين كيقول لي عقلي بانه هذا سكيل عندي تصنات. ممكن نجيب عزيزه دابا ونقول له افتح ونعطيها التليفون وتبقى في ميتا تريدر يومين 3 ايام وتقدر تجيب 5-10 تريدات رابحين without any fucking skill. علاش؟ حيت it just probabilities 50-50. يا غيطلع بايا غيطلع سي. اذا كان عند الزهر غتجيب 10 صحاحين مورا بعض. وديك الساعه واش غتكون هي بروفيتابل تريدر ولا غتكون عندها واحده سكيل؟ it's not. هيداك في اللوزين تريد بحكم انه هادو ماشي سكيل. حتى الخساره ماشي سكيل او ماشي ما كاينش انك ما عندكش سكيل. التشالنج ديالي كنعاود نقول لكم انه مشي وحاول تكون كونسيستنت لوزر. ما غتقدرش تكون كونسيستنت لوزر. اتس فاكين امبوسيبل الدراري. نير تو امبوسيبل باش من حيت امبوسيبل بنادم كيعجبو التشالنج ديال امبوسيبل. نير تو امبوسيبل يعني شبه مستحيل. حيتاش ملي غتبغي تفورسي راسك انك تكون خسار غيبداو يبانو تريدات رابحين. شيفت يور فاكين مايند سيت اخا. حيتاش ملي غتجي تقول لي انا كنوض وهذه مهم، هذا وقيله هو احسن توبيك ولا احسن حاجه اللي غادي يكون بين هذا الفيديو الاوديو كامل. يعني ملي كتجي كتقول لي انا ما كندخل غير في تريدات خاسرين ما كنجبر في تريدات رابحين، ما يمكنش. امبوسيبل. هذه هي الهضره اللي امبوسيبل انك تجي تقول لي انني ما كنجبرش في تريدات رابحين حيت ماشي في يدك. حيت ملي كتنوض كديكزيكوتي تريدز ماشي ما خصك اكزيكوتي. اهم حاجه اكزيكوتي، غير اكزيكوتي. كانوا رابحين ولا كانوا خاسرين خصك اكزيكوتي باش تفاوندي شنو غادي يكون. مي غادي تجي تقول لي انا كنجبر غير تريدات خاسرين، ما يمكنش. ماشي تينا ما كتجبر غير تريدات خاسرين، تينا كتجعلهم يكونوا خاسرين. اللي رابحين كترجعهم خاسرين بانك هي كتشدهم دغيا ولا حتى كيمشيو في الربح وكيرجعوا عليك من الخساره. ما عندكش شي تيك بروفيت واجد وكيدخل عليك الطمع، ولا كيكون عندك الريسك طالع ومي كتوصل 3 4 5 تريدات كيكون مشالك الاكونت باش تينا تبدا الاكسبيرينس ديك تريدات رابحين اللي في وسط الخاسرين، اللي يجيوك في وسط الخاسرين اللي غادي يرجعوك الكون ديالك يتنفس. ما غتقدرش توصل لهم حيت ريسك مانجمنت اوريدي فراتي الدنيا كتطلع الريسك. هنا شنو كيما غيجي واحد كيقول شوف كيفاش قلبت انا المايند سيت كامله. كيما كيجيو الدراري كيقول لك شوف لا مفر من تريد خسر، لا مفر منه. لابوري ما اكسبيرينس تريد خسر ولا مفر اخوتي من انك اكسبيرينس تريد رابح. صافي ملي غتفكر هيدا غتفكر بانه لابد انك الاكسبيرينس تريد رابح. غتعرف بانه ما عنده حتى شي علاقه بالتكنيكال اناليسيس. داك اللوزين شريك اللي كتدخل فيه ما عنده حتى شي علاقه بالتشارت. ملي كتدخل في واحد نعطيك مثلا 12 15 تريدات خاسرين 20 هادو مليار في المية تينا اللي جعلتي تريت منهم خاسرين. اوكي اللي كانوا رابحين في وسط هادو رجعتيهم خاسرين حيت الا تنوضتي وبقيتي غير كتيكزيكوتي داك الشيء اللي فاهم probabilities حيت 50% غادي يعطيوك تريد رابح. انت ولا انتي كتفكر بانه تريد اليوم خسرتو غدا خسرتو الثالث عنده علاقه بتريد البارح حيت برايس اكشن عارف انا خسرت البارح وغادي يعطيني تريد اليوم خاسر. تريد باي تريد ما كيعرفوش بعضهم، ما عندهم حتى شي علاقه ببعضهم. يعني تقدر تفيق في الصباح تجبر راسك تريد رابح
ولكن خصك تخليه يربح. باش غادي تخليه يربح؟ فيكسي التيك بروفيت، فيكسي الاس ال، ونوض جري ونرجع بالليل وتشوف شنو كاين. جرب هاد القضيه في 50 تريد او في 3 شهور، اختار يا البيريود بالوقت او بالتريد. غير هو خصني اكزيكيوتي تفتح تريد تو كونديشنز فيكس ريسك مانجمنت اللي هي 0.5%، تيك بروفيت وستوب لوس معدلين ونوض جري. احسن استراتيجيه هذه، ولكن خصك تشيفتي المايند سيت ديالك كما قلت لك. ونعاود لكم مره اخرى قبل ما نسالي الاوديو انه I dare you to be a consistent loser on two conditions اللي هدرت عليهم. ان شاء الله تجبروا هادشي insightful ومفيد، وان شاء الله حتى شي اوديو اخر.